دي أقوى تشكيلة في الدوري المصري موسم 2025. بعد موسم طويل ومليان تنافس قررنا نختار التشكيل الأول في الدوري على الأداء الحقيقي مش بالأسماء ولا الشهرة. تشكيل هجومي متوازن في عناصر صنعت الفرق فعليا في كل خط. حارس المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع محمد الشيبي، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد شكري. وسط الملعب مروان عطية، محمد رضا بوبو، إمام عاشور. الهجوم إبراهيم عادل جناح شمال، طاهر محمد طاهر جناح يمين، أسامة فيصل راس حربة. وقبل ما نكمل لازم نعرف مين أكتر اتنين ساهموا بالأهداف في الدوري المصري. إمام عاشور لعب 2094 دقيقة بمعدل تقريبا 23 مباراة فعلية، ساهم في 20 هدف، 13 هدف و7 اسيست، يعني مساهمة في كل مباراة تقريبا. إبراهيم عادل لعب 1695 دقيقة بمعدل تقريبا 19 مباراة فعلية، ساهم في 15 هدف، 8 أهداف، 7 اسيستات، يعني بيشارك في هدف كل مباراة وربع تقريبا. رأيي الشخصي التشكيلة دي مش عشوائية، دي مبنية على أرقام واضحة وناس بتثبت نفسها في الملعب. إمام عاشور الموسم ده كان واحد من أهم مفاتيح اللعب الأهلي، وإبراهيم عادل واحد من أنضج اللاعبين في مركزه، بيطور من نفسه بشكل واضح. لو شايف إن لاعب يستحق يدخل التشكيلة شاركنا رأيك في التعليقات وتابعونا لكل جديد.